أول حلم قالت صدفة، تاني حلم استغربت، لكن تالت حلم بدأت تخاف. جوانا من لندن، بنت كانت بتحب تكتب أحلامها قوي في نوتة جنبها على السرير. في البداية كانت مجرد أحلام عادية لحد ما لاحظت إن أحلامها بتحصل بالحرف. في الأول كانت بتقول صدفة لحد ما حلمت بحادثة في الشارع بتاعها، وفعلا حصلت الحادثة بكل تفاصيلها. جوانا اترعبت وحكت اللي بيحصل معاها للناس اللي حواليها. الناس كانت بتسمع منها وبتضحك وبتاخد الموضوع بهزار، لحد ما في يوم حكت لجارتها ان في حادثه هتحصل في الشارع بتاعهم، ونصحتها انها تمشي في شارع تاني. وتاني يوم فعلا حصلت الحادثه في الشارع اللي جوانا قالت عليه، ومن ساعتها والكل بدأ يصدقها. وفي يوم بيصحوا وجوانا مش عايزة تصحى من النوم. جوانا ماتت، والدفتر اللي كانت بتكتب الأحلام فيه مرمي جنبها ومكتوب فيه الحلم رقم 27. جوانا ماشية في نفق ضلمة وكله ضباب ونور قوي في آخر النفق، وصوت بيقول هنا تنتهي الأحلام. والناس بدأوا يتسألوا، هل كانت جوانا بتتنبأ بالمستقبل ولا اللي بيحصل معاها ده كان مجرد صدفة؟ في ناس بتحلم بالمستقبل، وفي ناس المستقبل بيستناهم في الحلم. قولوا لي بقى، تفتكروا قصة جوانا دي قصة حقيقية ولا مجرد أوهام؟ اكتبوا لي تجاربكم مع الأحلام اللي بتتحقق في الكومنتات. لو عجبك الفيديو اتمنى تعملوا لي سبسكرايب. كان معاكم سلام.